وأزهق حق التلميذ في التعليم، يقول لسان أولياء أمر المتمدرسين. لتصبح العلاقة بين الطرفين المشتعلة لن ينطفئ لهيبها بالكلام المعسول ولا سياق خصم الأجور، بل من خلال العودة إلى جادة الصواب والتزام الطرفين بمسؤوليتهما والعودة إلى حقيقة العلاقة بينهما، وهي التي كانت في الأصل تعاون وشراكة. للتفصيل أكثر في الموضوع يلتحق معنا بالبلاطو الأستاذ مسعود بوديبة المكلف بالإعلام على مستوى الكنابست. أهلا بك. أهلا وسهلا. سيدي، سؤالنا يبدأ بالامتحانات التي تأخرت وأنتم المتهمون، كيف تردون؟ والله عندما نركز على الامتحان ونحن نعرف بأن أساس الامتحان هو الدروس التي يتلقاها التلميذ. نعم. نظن بأن الأولوية هي اليوم الأستاذ موجود خارج القسم والتلميذ موجود خارج القسم، والأولوية الأولى هي لإعادتهما إلى القسم. نعم. إذا نظن بأن المشكلة الأساسية هي هذه، وهي التي يجب أن نركز عليها ويجب أن نحيط بها، يعني ما هو مطلوب. يعني بخصوص الموسم الدراسي يتجه إلى سنة بيضاء، يعني في هذا الظرف بالذات أنتم المتهمون، والسنة البيضاء سيدفع ثمنها التلاميذ، ما العمل؟ والله ننظر بلي هذا الأمر بعيد لحد الساعة، يعني باش نتكلموا على سنة بيضاء. أنا نظن بأنه الوضع لحد الساعة بإمكان استدراكه، ونظن بأن السلطات العليا يجب أن تتدخل في أقرب الآجال لتجسيد ما هو مطلوب ولإعادة الأستاذ إلى القسم. هل اتصلت بكم الوزارة أم تنتظرون اتصال الوزارة بكم لبحث الحوار من جديد؟ الوزارة لحد الساعة لا يوجد هناك اتصال رسمي مع كنابست. كانت هناك لقاءات في السابق، لكن هذه اللقاءات تدور حول نقاط أخرى غير الإضراب. لحد الساعة لا يوجد هناك لقاء حقيقي، لقاء تفاوضي حول المطالب المرفوعة، ونظن بأن هذا الأمر هو أولوية أولى في المرحلة الحالية. الإضراب سيتواصل أم سيتوقف؟ الإضراب متواصل. الإضراب في إعلان يوم أعلنا عليه في يعني لما وضعنا الإشعار بالإضراب الأمور واضحة، وما دام لا يوجد هناك جديد نظن بأن الواقع منذ اليوم الأول رغم تهديدات الوزارة ورغم تهديدها بخصم الأجور ورغم تهديدها بعدة أشياء، ونظن حتى الرسالة اللي أرسلتها وزارة التربية الوطنية إلى الأساتذة البارحة في الجمعيات العامة، الأساتذة نظن بأنهم ردوا على هذه الرسالة، وستعرف سوف يعرفون ما هو هذا الرد. نعم. سيدي مسعود بوديبة مكلف بالإعلام على مستوى كنابست، شكرا لتدخل.